شبيبة القبائل الجزائري يتعادل مع مصطفى شوبير. سؤال: هو لعيبة النادي الأهلي ما راحوش الجزائر ليه؟ هو ليه مصطفى شوبير سافر لوحده؟ بقية اللعيبة ما سافروش ليه؟ طبعا شفنا المباراة النهاردة. مستر ياستروب لما بدأ مع النادي الأهلي كان مثبت تشكيل، ما كانش بيغير، ما كانش بيعمل روتيشن. ان هو جه في وسط الموسم فما شافش اللعيبه اللي قاعده على الدكه، وكان في ناس كمان راجعه من الاصابات. هو الراجل ما كانش عنده ثقه غير في ال 11 لعيب اللي بيلعبوا، وهم 2 3 بيغيرهم وخلاص. وجات ماتشات الرابطه والراجل نزل البودلة يتفرج عليهم، لا مفيش، حصل اصابات فالراجل بدا يعمل روتيشن. فدي النتيجه، ان انت ما عندكش دكه قويه. المحترفين اللي عندك دون المستوى. خلينا نتكلم بصراحه، انت عندك محترفين من أسوأ المحترفين في الدوري المصري. النهارده المحترفين بدل ما يشيلوك، لا هم عايزين اللي يشيلهم. ومش عارف هو ايه سر بالعمري مع يستروب. هو بالعمري مهما كان مش قادر يجيب مستواه، هيبقى أسوأ من كوكا. يعني عندي محترف بيقبض بالدولار ما بيخشش السكور بتاع الماتش اساسا. مش عارف ايه السر. هل الراجل عشان ما خدوش موافقته في بالعمري فهو بيعند مع الاداره ومش عايز يلعب بالعمري؟ هو ده يسترب اللي كان قبل التوقف الدولي؟ هل بسبب موضوع الصفقات؟ هل بسبب موضوع حامد حمدان لما اتقال ان يستر هو اللي رفضه وهو كان اصلا كان فشل من التعاقدات؟ يا الراجل عنده مشكله فنيه، ما بقاش عنده الشغف ان هو يجيب الماتشات ويتفرج عليها ويحط الخطه المناسبه ويحط التشكيل المناسب، ولا اللعيبه هي اللي مش قادره تجيب نفسها؟ بس النهارده مفيش ولا باص يطلع صح، مفيش ولا اوفر امامي ولا اوفر عرضي يطلع صح. لعيبه كتير مختفيه مش موجوده في الماتش. النهارده انت لو حبيت تقيم لعيبه النادي الاهلي، مصطفى شوبير ده يعني في حته ثانيه. النهارده مصطفى شوبير لو مش موجود الاهلي كان شال 5-6 قولا واحدا. لو جيت تقيم بقيه الفرقه مش هتلاقي لعيب معدل 4/10. طبعا النادي الاهلي النقطه اللي خدها النهارده دي خلاص صعد دور الثمانيه، خلاص مفيش كلام تاني. يتبقى بقى اللي هيصعد مع النادي الاهلي مصيره في ايد النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي لو كسب الجيش الملكي 2-0 ويانج افريكانز اللي هيلاعب الشبيبه في تنزانيا كسب 3-0، يانج افريكانز